خفت يكون العميل مات والفيزا بتاعته موجوده على اب ورك وبيدفع. فقلت له انت موجود، انت يعني احنا شغالين، انت معجب بالقناه بتاعتك، الدنيا ماشيه ازاي؟ قال لي انا معجب بالشغل واليوتيوب بيجيب لي شغل، انا كده يعني مرتاح جدا. فده كان اول واحد وصل لي قناعه ان مش شرط الفيديو يجيب مليون مشاهده عشان اكسب فلوس. الفيديوهات بتاعتنا كانت ساعتها بتجيب 300 400 فيو، وما زالت احنا بنلعب فرنج بنلعب فرنج بعد 3 سنين بنلعب فرنج ال 1000 فيو مثلا فيها. فانا كنت بكلمه قال لي انا بكسب، انا الناس بيجيب منها بتدخل فلوس يوتيوب. ازاي؟ ما هي دي بقى الفكره اللي اليوتيوب اللي احنا شائع عندنا، يعني الشائع عندنا في الوطن العربي عموما، ان اليوتيوب لازم فيديو عشان تعمل عنوان جذاب شاهد قبل الحذف فجيب مليون مشاهده فاكسب منه فلوس عن طريق ادسنس، عن طريق الاعلانات، فاكسب فلوس. انما اصلا اعلانات اليوتيوب لا تشكل اكتر من لاي حد فاهم يوتيوب 20% المفترض من مكسب قناتك. في ناس كتير بنقفل الاعلانات واجانب، مش بنتكلم على الحرمانيه، يعني امم. احنا مش بنتكلم على حلال ولا حرام، يعني هم اجانب كده اقفل الاعلانات. ده احنا بنشتغل كده بسم الله الرحمن الرحيم، اقفل اعلان. ليه اقفل الاعلان؟ لان هو مش هدفه اعلان هكسب منه كام، هو هدفه تجربه القناه بتاعته لحاجه معينه في البيزنس بتاعه فيكسب منها فلوس. فهو كان مكسبه من الكاستمرز اللي بيجوا له لما بيشوفوا الشغل بتاعه، بنشرح محتوى تعليمي، بنوصل للناس ازاي تعمل كذا ازاي تعمل كذا، فبياخدوه اللي هو حد ثقه، احنا عايزينك تيجي عندنا، فبيكسب فلوس، فهو مرتاح لشغل سباعي.